يلا بينا نكمل تحدي 240 ساعة لخسارة 4 كيلو من الوزن. والنهاردة نبدأ تاني يوم، وحضرت كل وجباتي مسبقا وبدأت اليوم بداية مختلفة. أخدت ليميتلس كروماكس كات. ليه أخدته؟ لأن أنا كنت محتاجة أحرق الدهون الموجودة عندي في منطقة البطن، وكمان اليوم ده كنت هبذل فيه مجهود كبير جدا. كنت محتاجة حاجة تشبعني فترة طويلة من اليوم، وبدأت أحضر وجبة العشاء اللي أنا هحتاجها في اليوم ده عشان تكون جاهزة عندي. كان عبارة عن بودنج شيا، واستخدمت معاه مجموعة كبيرة من البذور عشان كنت عاوزة أزود جدا نسبة الشبع عندي في اليوم ده. وفعلا المرة دي كان طعمها لذيذ ومختلف جدا، حتى الأولاد حبوها. وأنا بحضرها حضرت مجموعة كبيرة من البودنج عشان هحتاجها الفترة الجاية، وكمان بستخدمها للأولاد وقت التمرين. وما نسيتش طبعا المكسرات. ولو عاوزين كل الطرق دي سيبولي كومنت تحت الفيديو. بصراحة وأنا بحضرها ما قدرتش أمسك نفسي عن التمر، وحطيت واحدة تمر وحطيت معاها واحدة مكسرات ومعلقة من زبدة الفول السوداني. ودي كانت أول حاجة هاكلها في اليوم ده بعد الليميتلس على الساعة 3. وبعدها على طول حضرت سباركل ووتر لاني كنت رايحة التمرين، حطيت فيها شرايح ليمون وكمان ورق نعناع، ودخلت التمرين حوالي 45 دقيقة كلهم كانوا ريزيستنس. بعد التمرين رجعت حضرت الغدا من البرجر اللي احنا حضرناه مع بعض قبل كده، بس المرة دي استخدمت صوص مختلف تماما، حطيته فوق البرجر وداه في حتة تانية. وده كان الساعة 7 وما قدرتش اخد الرز لاني كنت شبعانة جدا، قدمته بس للاولاد. وبعد كده اخدت المالتي فيتامينز بتاعتي، والساعة 10 بدأ ميعاد العشاء. ما قدرتش اكل كل البودنج، قسمته بيني وبين الاولاد واتبسطوا بيه جدا.